بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم رايحة ندير لكم وصفة تاع كيكة بثلاث طبقات بذوق البرتقال. راح نحتاج فقط لزوج بيضات. الكيكة هذه سهلة، اي وحدة تقدر ديرها. زوج بيضات نخرجوهم قبل من الثلاجة. لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. حنستعمل المغرف القياس، المغرف الكبيره تاع الاكل، على بالي كاينين بزاف اللي ما عندهمش الميزان. باه نسهل شويه عليكم. هنا انا حطيت زوج بيضات، راح نزيد معاهم 5 مغارف كبار تاع السكر. هما في الاصل 7 ملاعق كبار سكر، انا نقصت زوج. انا جاتني ب5 ملاعق حلوه، واللي يحب الحلاوه زايده يزيد يكمل زوج ملاعق الاخرين يدير 7. الكيكه هذه ما تحتاجش بزاف المكونات، راكم شفتوها في البدايه تاع الفيديو، جات هايله. هنايا قد ندير في السكر، راني نحسب في ال5 ملاعق تاوعي، ديروهم معمرين مليح. ما تنساوش دائما القرصه تاع الملح في الكاطو ولا في لي كيك هادو ولا في لي طارت، ديما لازم القرصه تاع الملح. وبما انها الكيكه تاعي هذه راهي تاع البرتقال، راح نزيد ملعقه صغيره تاع مبشور البرتقال. نحكموا برتقاله برشوها، نحيو لها جوست الفوقاني، ما توصلوش الجزء الابيض هذاك اللي داخل. انا نحيت حوالي مغرف صغيره باه تجيني لاباط اللي من تحت بالطعمه تاع البرتقال تاني. راح نخلط كامل. انا هنا عندي الضرب الكهربائي. واللي ما عندهاش ديروا بالفوي نورمال باليد، خلطوها باليد عادي ماهيش مشكل. بقيت نضرب فيها حوالي دقيقه حتى ولا اللون تاعها كلير. زدت لها 7 ملاعق تاع حليب. انا تعمدت ندير لكم بالمغرف هذه باه اي وحده تحب ديرها تجيها سهله خير من الميزان. انا المكونات تاعي كامل وزنتهم. غنزيد ندرب، نزيد لها 7 ملاعق تاع زيت، وتقريبا استعملت 7 ملاعق زيت، 7 ملاعق حليب، و7 ملاعق سكر. قلت لكم انا نقصت السكر، اوليو ندير 7 درت 5. هذه الكيكه مقاديرها مضبوطه، تبعوا برك بنفس الكي اللي مديته لكم. نزيد ندرب مليح، جوست يدخل الزيت مع المكونات، انا ما ضربتوش بزاف. نزيد الكميه تاع الفارينه. انا استعملت الكاس هذا يهز 200 مليلتر. لازم تصفيو الفارينه ما يهبطلكمش الكعابر هادوك. زدت معها ساشي تاع خميره 10 غرام، صفيوهم مع بعضاهم. هكذا تضمنوا به الكيكات تاعكم تجي ملسه، ما تجيش فيها الكعابر. نزيد نفس الكاس معمر فارينه، صفيوه كيف كيف. انا خلطت من التحت للفوق. شوفوا كيفاه خلطوه بشويه برك تدخل الفارينه. دخلوها بشويه حتى تدخل كامل. شوفوا النتيجه كيفاه تكون. شوفوا خرج الخليط املس ما فيهش تكتلات. البلاطو غلفتو، درتلو بابي كويسون من تحت ما تلصقليش. واللي ما عندهاش تقدر دير تطلي البلاطو تاعها بالزبده وديروا شويه تاع فرينه. انا لو طون اللي كنت نخدم فيه في الكيكه نخلط فيها، كنت مشعله الفور تاعي على 180 درجه باه كي نحط البلاطو يكون ديجا الفور تاعي سخون. خاطرش كون ما يسخنش مليح الكيكه رايحه تهبط ما ترتفعش. هذه الكيكه الارتفاع تاعها ما يكونش كبير بزاف.
البلاطو تاعي هذا 25 على 30. نمشي الخليط حتى نوصلو للجوانب، لازم يكون متساوي مليح. نمشي من النص وندي الاطراف لي منه ومنا، ما نخليش في النص يجي في النص عالي وفي الجوانب يجي هابط، لازم يكون مستوى واحد. انا بقيت نعدل فيه حتى لقيت بلي راهو قد كاين النص كاين الجوانب. هاد النوع تاع لي كيك ولا لي طارت لازم لهم لا باسيونس، لازم واحد يكون بالو واسع باه يخدمهم، والنتيجه تاعهم تكون مليحه. درك انا نديه نطيبو على 180 درجه. نطيبو من التحت، كي يطيب من التحت نزيد نحل عليه من الفوق. يحمر شويه، ما ديروهش حمر بزاف، ومن بعد نخليه يبرد، يدي وقته، لازم يبرد مليح. حطوه في الثلاجه يبرد لكم مليح باه الطبقه اللي من الفوق ما تذوبش. هنا عندي نص كاس، الكاس تاعي تاع 200 ملي، معناتها 100 مليلتر. هذه هنايا كريم شونتي. انا عندي نص كاس تاع كريم فريش. نضربهم مع بعضاهم. تقدروا تستعملوا الضراب اليدوي، بصح راح يتعبكم شويه، ماشي كيما هذا. بصح اللي ما عندهاش تقدر تستعمل الضراب اليدوي عادي. نزيد نص كاس تاع حليب. شوفوا اللي ما عندهاش كريم فريش تقدر دير نص كاس تاع الحليب وكاس تاع الشونتي. هنا انا درت الحليب تاعي بارد مليح، جبته من الفريجيدير، ولا لا كريم فريش استعملتها تاني بارده كانت في الفريجيدير. لازم يكونوا باردين مليح باه يطلعوا لكم كيما هكذا. يعني قلت لكم اللي ما عندهاش دير بالحليب عادي تعطي نفس النتيجه. نص كاس تاع حليب، كاس تاع الشونتي. ديما الكميه تاع الحليب تكون نص الكميه تاع الشونتي. ما عندكش الحليب ديري بالماء، ديري نص كاس تاع الماء. راكم تشوفوا في الطبقه الاولى كيفاش طيبتها، جا اللون تاعها راكم شفتوه جاي حمر هكذا، ما جاش، ما طيبوهاش بزاف. هنا حطيت عليها الطبقه تاع الشونتي. انا درت الكميه بخاس كامل، خليت منها شويه باه ندير بها الديكور. في المرحله هذه لازم تحطوه يبرد مليح في الثلاجه. هزوا البلاطو تاعكم حطوه في الفريجيدير. لازم يبرد. الكميه تاع الكريمه هذه الطبقه الثالثه اللي راح نخدمها راح تكون سخونه، تحطوها مباشره على الكريمه الثانيه رايحه تذوب. دو بريفيرونس تحطوها مليح في الفريجيدير تقعد مده مليحه. لو طون اللي تخدموا فيها الكريمه، انا حطيتها في الفريجيدير وخدمت هذه، كي جبتها لقيتها بردت لي مليح. الكريمه الثالثه عندي نص اطره تاع عصير البرتقال، زدت له مغرف تاع مبشور البرتقال، زدت له 2 مغارف تاع السكر. انا التشينه تاعي كانت حلوه، نتوما التشينه تاعكم لا كان حامضه زيدوا 3 ملاعق كبار تاع السكر. انا هنا زدت 3 ملاعق معمرين مليح بومبي نشا. حركوا بارد في بارد، حركوا مليح حتى يتخلطوا كامل مع بعضهم، وتذوب النشا وتذوب شويه السكر، ونديهم على النار نطيبهم. وبقاو تحركوا، ديروا بالفوي، بقاو تحركوا باه ما يلصقش. على بالكم بلي النشا كون تغفلوا عليه يلصق كامل من التحت. شوفوا هاي كي طابت كيفاه جات رطبه، ما فيهاش تكتلات. انا بقيت نحرك فيها ما غفلتش عليها خلاص. هنا راح نزيد لها مغرف صغيره تاع مارغرين ونخلطها، ونبقى نخلط حتى تبرد لي شويه لا كريم، باكي نحطها فوق لا كريم الاخرى ما تذوبليش وتبقى حاكمه روحها. البلاطو جبدته من الفريجيدير، انا قلت لكم حطيته يبرد لي. لا كريم هذه اللي درتها سخونه، كون ما نحطش الاخر في الفريجيدير. كي نحطها راح تذوب لي لا كريم الثانيه تاع الطبقه الثانيه، ونمشيها بشويه حتى نوصلها للجوانب كامل. انا بقيت نمشي فيها حتى نعدلتها مليح. تبعوا المراحل اللي مش مالفه تخدم هذا النوع تاع التحليات راح يجيها ساهل. اللي حابه تدخل الكوزينه وتجربوا المقادير تاعو راهي قد جا مليح.
راكم تشوفوا فيه زيماه. خليته برد، ديكوريتو بالشونتي اللي كنت خليتها قدامكم. قلت لكم خليت كميه تاع الشونتي. الديكور والتزيين هذا كما تحبوا تزينوا. زدت لها طرونش تاع تشينه وقسمتها مربعات. البلاطو هذا خرج لي 16 حبه، وتشوفوا الحبه كيف الحجم تاعها كبير. اللي قتاني مشروع للمقاهي، وحده تحب تسترزق تخدم في بلاطو كيما هكذا. شوفوا قداه حبه خرجت بزوج حبات تاع بيض، وما كانش يعني حاجه كبيره، المكونات ماهيش حاجه كبيره. الطبقه التحتانيه تاع لاباط اللي حبيتو تسقيوها ديروا لها شربات خفيف، كاس تاع ما وكاس تاع سكر، حطوهم يغليو وشربوها. انا جاتني طريه مليحه، ما درت لها الشربات، خليتها هكذا. في الاخر نتمنى انكم تابونيو في القناه، تفعلوا الجرس بيوصلكم جديد، تبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي باه تعم الفائده، ونولي لكم دائما بوصفات جديده، افكار جديده راح تعجبكم باذن الله. والسلام عليكم.